ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم قصه بتاعت حد بعتها لي، فنشوف بقى القصه دي النهارده ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتابعوا معايا القصص بتاعتي. انا يعني بتبقى حقيقيه، لان ناس كتيره بتبعت لي فبتقول لي قولي عرضي مشكلتنا، عرضني قصتنا، وهو يعني عايزين يشوفوا اراء الناس ايه، سواء هم غلطانين او مش غلطانين. يلا كان نبدأ الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك الجميل. قصتنا النهاردة بتقول ايه؟ انا اسمي هند وعندي 25 سنة، متجوزة في الارياف، متجوزة في بيت عيلة، ومعايا سلفتي وجوز سلفتي، وكل واحد في شقته، وحماها وحماتهم في الدور الارضي تحت. تمام. بتقول لي ايه؟ يعني انا يعني حلوة، بتقول انا حلوة وجسمي حلو جدا جدا، ويعني فالمهم تنزل، بتقعد هي وسلفتها، بيخلصوا شغلهم وبينزلوا تحت طبعا عند حماها وحماتهم، بيشوفوا بقى اللي وراهم وكده. بتقول رحت قعدت انا وسلفتي كده، فجت في مره بتقول لي خلصوا من شغلهم، قالت لها تعالى نطلع شقتي ونتفرج على فيلم جديد. لا نتفرج على ايه؟ مفيش حاجه جديده، كله بيتعاد وانا اتفرجت على كله، مفيش حاجه جديده. قالت لها طب تعالي معايا الشقه وايه ونشوف الفيديو، نشوف فيلم ونتفرج عليه. بتقول رحت قعدت معاها، طلعنا ودخلنا الشقه وراحت طفت النور. فبقول لها انت بتطفي النور ليه؟ قالت لها انا بطفي النور عشان نتفرج كده ويبقى كأننا ايه قاعدين في سينما. فالمهم تمام، ما حطيتش في دماغها حاجه خالص، فطفوا النور وقعدوا. فبتقول وانا قاعده بتفرج معاها عشان تجيب الفيلم، راحت جابت فيلم مش لطيف، فيلم يعني مش كويس جدا. فبتقول لها ايه ده ايه ده ايه اللي جبتيه ده وكده؟ فتلاقي ستي خلينا نتفرج وكده ونشوف يعني نفرفش يعني مع بعضنا. هتلاقي ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ما ينفعش، الكلام ده غلط. المهم راحت لها عيب الكلام ده ومش عيب، لو حد شافنا هنروح في داهيه ويتخرب بيتي ويتخرب بيتك وكده. قالت لها يا ستي مفيش حد، انا وجوزي راح الزرع وانت جوزك في الشغل ومحدش معانا واحنا قاعدين ايه مع نفسنا بس. فالمهم اتفرجوا وكده ومش عارفه ايه واتبسطوا وخلاص، واتبسطوا والكلام ده واتفرجوا وشكرا على كده. بعد كده راحت سلفتها، راحت قعدت مع جوزها وبتحكي له، بتقول له اسكت، ده حصل وحصل وحصل وحصل. قال لها حصل ايه؟ راحت قالت له احنا الصراحه قعدنا مع بعضينا واتفرجنا ومش عارفه ايه، وحكت له الحوار كله. المهم مسك يضربها، فضل فيها طخ طخ طخ، اقلما انت ازاي تعملوا حاجه زي كده؟ انتوا ولاد الادب، انتوا اتنين متجوزين، عيب الكلام ده ومش عيب الكلام ده واللي بتعملوا الحاجات دي. وفضل يضرب فيها لحد ما قالت له اه احنا الاتنين كنا بنتفرج وكنا زهقانين ومش عارفه ايه. فالمهم ضربها وخلاص. هي قالت له دي كانت معايا ومش دي كانت معايا، والحوار خلص خلاص. بعد كده تاني يوم راحت قالت لسلفتها اسكتي، انا جوزي حكيت له على كل حاجه. قالت لها يخرب بيتك، انت ليه بتحكي له حاجه زي كده؟ قالت لها غصب عني، انا حكيت له مش عارفه ايه، وفضل يضرب فيا. فبتقول لها انت غلطانه وليه بتجيبي سيرتي؟ قالت لها غصب عني مع الضرب والوجع، فانا قلت حاجه زي كده بس. ففضلت بقى زعلت، قالت يا لهوي يقول عليا ايه. بتقول بقى بعد كده شافت ان جوزها بيبص لها بصات غريبه. طبعا هما بياكلوا بيشربوا مع بعضهم، بقى يبص لها بصات غريبه جدا جدا. فهي كان عملت نفسها عبيطه، فكل شويه يبص لها كده. فهي عامله نفسها اسفه جدا على الصوت، انا بكلمكم انا قاعده في البلكونه بس لازم انزل لكم فيديو ده. المهم قعد يبص لها بصات غريبه جدا يا جماعه.
فهي بتقول له انت بتبص لي في حاجه؟ بتبص لي كده. قال لها انت عارفه انت عملتي؟ قالت له ما عملتش حاجه. لا لا انت عارفه. قالت لا انا ما اعرفش. بس من هنا ومن هنا بتقول فضل برضو يبص يبص كده. راح قال لي خد انا عايزك وكده. قلت له ماشي. رحت كلمته عادي. قال لي هو جوزك مقصر معاكي في حاجه؟ قلت له لا انا جوزي مش مقصر معايا في حاجه، انت ليه بتقولي الكلام ده؟ قال لها انا شايفك حصل كذا وكذا، اتفرجوا على الحاجات ديت وعيب ومش عيب وانتوا ليه بتعملوا كده ومش عارفه ايه. قالت هي كانت غلطه وكل بني ادم بيغلط وما فيهاش حاجه. بس راح قال لها ازاي تقولي كده؟ قالت له زي الناس انا ايوه انا في ما غلطتش ولا عملت حاجه وما فيهاش حاجه، يعني هي كانت مره وخلاص. بس بتقولوا خلصنا الكلام وتمام وخلصنا. راح برضو مفيش فايده، يقعد يبص لي كده ويبص لي كده، بحسه بيبص لي بصات غريبه. جينا في مره بنتغدى برضو لقيته عمال يبص كده يبص كده. فبقول له انت عايز ايه مني؟ ما تسيبني في حالي. قال لها لا مش هسيبك في حالك الا لما اعرف انتوا بتعملوا الحوارات دي ليه ومش عارفه ايه وكده يعني. بس بتقول في مره هو عندنا ارض كده هو بيسعاها في الارض بتاعتنا كده، يعني بينا وبين بيتنا كده ايه 10 دقايق، وهو بيرعى وهو قاعد في الارض ديت بيزرع وكده يعني. راح في الارض ديت في اوضه هناك اخر الارض في اوضه. المهم حماتي ادتني الغدا. قالت لي خدي ودي له الغدا وكده. رحت وديت له الغدا فحطيت له الاكل كده ومشيت. راح مسكني كده فقال لي ده انا عايزك ومش عايزك. قالت له انا ما اقدرش اتاخر وكده عشان ما حدش يقول عليا حاجه. فقال لها طب انا عايزه اتكلم معاكي ومش عارفه ايه وكده، ومسكني من ظهري وكده يعني. فانا قلت له خلاص انا هروح وهبقى اجي لك مره تانية ومش عارفه ايه، المهم عشان امشي منه. فمشيت منه عشان ما حدش يلاحظ انها اتاخرت ليه وكده. لما مشيت وكده بتقول دخلت اوضتي وكده وقعدت. حسيت ان انا جالي ارتياح من ناحيته جدا جدا، استريحت له كده يعني. مجرد ما هو مسكني كده وقعد يتكلم معايا حسيت ان انا مياله ليه وعايزاه وكده يعني. طب اعمل ايه اعمل ايه فعلا. رحت تاني يوم برضو خدت الغدا ورحت وديت له. ما كانش بيحصل بينا حاجه بطول غير يعني احضان كده ومفيش حاجه تانية، بتحصل حاجات سطحيه بمعنى اصح. فالمهم طول مرة في مرة بقيت خدنا على الوضع دوت 15 يوم ان انا اروح واجي اروح واجي بيحصل بينا في الاوضه ديت كده. فقال لي ايه رايك، انا مراتي عايزة تروح عند ناسها تاخد لها يومين، فايه رأيك اخليها تروح وتيجي في الشقة احسن وكده، وبدل ما تروح عند امي تحت اطلعي لي الشقة وكده. فقالت له خلاص، هي طبعا ارتاحت له بقى وعايزاه وكده. فالمهم قالت له خلاص تمام. وراحت مراته مشيت وهي رنت عليه قالت له ايه اجي. قال لها تعالي وكده الدنيا تمام. وهي جوزها طبعا مشي الشغل. فبتقول لبست بقى لبست قميص. بعد كده فضلت تروح له في عند الزرع دوت كل يوم خدوا حوالي 15 يوم على الحال ده. بعد كده راح قال لها انا مش هينفع كده، انا همشي مراتي وتعالي لي على شقتي احسن. فقالت له خلاص تمام تمام. هي طبعا ارتاحت وتقول بقيت احس يعني بحاجات يعني تقول بقيت احس يعني بحاجات احسن من جوزي بكتير مرة. يعني بقيت احس ان هو جوزي خلاص مبقتش قادرة استغنى عنه. فالمهم فضلت تروح له ومشى مراته وراحت له وقعدوا بقى كل يوم على الحال ده يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا. فقال لها انا ارتحت لك جدا. فهي قالت له انا كمان انا بعتبرك جوزي ومش جوزي وكده. وبتقول انا حبيته خالص خالص، وهو كمان كره مراته وراح حبها هي. ف مش عارفة تعمل ايه. فخلاص خدتها بقى الغيبوبة ان هي عايشة بقى كده وتروح وتيجي وخلاص ولا كأن في حاجة. فالمهم بتقول جوزي كنت عايشة معاه كده يعني هو يعني ايه ان انا كل ما يطلب لي ان هو بس تقضية وقت وخلاص، مش حابة جوزها، مش عايز تعيش مع جوزها، بس اللي هي تقضية وقت وخلاص. فالمهم كده راحت ايه بتقول مرة حصلت لما راحت معاه الشقة حصلت بقى علاقة كاملة. خدوا على الحوار ده اسبوعين.
بتقول بعد كده بقيت احس بمغص جامد 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 خالص. فرحت للدكتور، فالدكتور قال لي لازم تعملي تحاليل حمل. فطلع من دماغي جدا موضوع ان انا تحاليل حمل والكلام ده. فالمهم رحت عملت تحاليل حمل، وللاسف للاسف الشديد طلع ان انا حامل، طلع ان هي حامل. فقعدت تودي دماغها تودي وتجيب. فقالت يا ربي انا مش عارفه انا حامل من مين. فقالت طب اعمل ايه؟ وبص دماغها بقى اتشقلبت فوق تحت. فالمهم راحت قابلت اخو جوزها وقالت له ان الامر كذا كذا وانا حامل. حتى هو نفسه بتقول هو نفسه استغرب ان انا يعني يحصل حاجه زي كده وتحصل حمل. وفي نفس الوقت قلت لجوزي انا حامل، فجوزي برضو استغرب لان هي بقالها فتره ما حملتش، يعني سبحان الله. المهم فقالت لاخو جوزها لا انا لازم عشان ما اظلمش حد، وعايزه اعرف انا حامل من مين بالظبط واعرف اللي جاي ده ابوه مين بالظبط. فقالت له انا لازم اعمل تحليل، في تحليل بيتعمل بس التحليل ده في القاهره بتقول غالي جدا. فهو قال لي وافق وقال لي خلاص، قال لي خلاص انا هروح معاكي وهعمل ونشوف موضوع التحليل ده وتحليل، وهو طبعا لازم يروح معاه عشان يعمل هو نفس التحليل. المهم راحوا مع بعضهم. بتقول نزلت القاهرة كان معايا دهب، راحت باعت الدهب بتاعها، باعت الدهب بتاعها في القاهرة وراحت عملت التحاليل ديت. وبعد كده وهي قاعدة التحاليل خدت تقريبا ساعتين لحد ما طلعت. المهم التحاليل طلعت، التحاليل طلعت. المهم راحت قالت للسكرتيره اللي بره بتقول لها انا مش فاهمه حاجه من التحاليل، يا ريت حد يفهمني. راحت قالت لها معلش اديها لي الدكتور بس يفهمني. راحت جابت لها دكتور وكده راح فاهمها. قالت له انا عايزه افهم لها تفهمي ان التحاليل الحمل دي مش من الشخص اللي جه عمل معاكي التحاليل، يعني التحاليل اللي طلعت مش من اخو جوزي. فالحمد لله. فقعدت بصوا قعدت اقول الحمد لله وقعدت اركع في الارض واقول الحمد لله الحمد لله. فرجعت بيتي فقلت له والحمل مش منك انت. فالمهم فضلت اركع كده لله وبقيت اصلي والتزم في الصلاه. وقلت خلاص لا انا هلتزم ببيتي وجوزي وربنا يخليهولي، وانا مش هخسر جوزي، وخلاص هبدأ معاه حياه جديده ومعانا ابننا. وخلاص كده هبدأ حياة جديدة مع ابننا، وربنا يسامحني على اللي حصل ومش هعمل كده تاني وخلاص. وقعدت بقى تستغفر كتير وقعدت تصلي كتير. فبتقول شوفوا بقى لو انتوا معايا في نفس يعني لو انا صح يا ريت تقولولي. ما تنسوش بقى لو القصة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو هي صح تقول انها فعلا صح تمشي في الطريق الصح، انها ترجع لبيتها ولجوزها وتبتدي حياة جديدة وتنسى خالص اخو جوزها ده خالص. فربنا يسترها علينا وعلى اولادنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.